المرة دي أنا هسألك سؤال، هل لو رجعنا 10 سنين لورا كنت هتقدر تعيش في مصر؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. بعد نهاية حقبة الرئيس مبارك دخلنا فترة من التخبط وزاد فيها الأزمات. تخيل نفسك يا صديقي كده واقف 3 ساعات في طابور علشان بس تفول عربيتك. هتقولي كنت بفولها أرخص. هقولك لا، أنت كنت بتدفع أضعاف بس بشكل تاني، في فلوس كانت بتروح لناس غير مستحق الدعم، وكنت هتقف وقت طويل في الزحمة بسبب كمية الإشارات وعدم وجود بدايل للطرق دي. أو تخيل مثلا بيتك وشغلك عطلانين بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، برضه بتقولي الكهرباء غليت. طيب اختر مما بين الأقواس، هل تبقى موجودة وبسعر عادل ولا رخيصة ومش موجودة؟ فكر فيها كده. مصر خلال اخر 8 سنين بس عملت حوالي 7000 كيلو من الطرق و13 محور وحوالي 900 كوبري ونفق. طبعا هنسيب كل حاجه ونمسك في ال 900 كوبري ونفق دول. انت متخيل الرقم الكبير جدا في الطرق والكباري اللي اتعمل اخر 8 سنين ده معناه اننا كنا عاملين ازاي؟ اصل اكيد الحاجات دي مش معموله من فراغ. المشروعات والتطوير ده ساهم في حاجات كتيره مهمه زي توفير وقت الناس وجذب الاستثمارات وتقليل الحوادث وحاجات كتيره مهمه اتكلمنا عنها قبل كده. وعندك مثال على ده انشاء طريق شبرا بنها الحر بطول حوالي 40 كيلومتر، واشرف على تنفيذه 5 شركات بتكلفه تجاوزت 3 مليار جنيه، وحجم المرور اليومي عليه حوالي 60,000 عربيه، ومتوسط زمن الرحله الواحده عليه حوالي 25 دقيقه، يعني بيوفر 65 دقيقه، يعني اكتر من ساعه. وده طبعا عامل مهم جدا بالنسبه للمستثمرين، لاننا زي ما قلنا قبل كده الوقت بيساوي فلوس. بس انت عارف المشكله فين؟ المشكله اننا اتربينا على عدم تقدير قيمه الوقت. عارف هتقدر قيمه الوقت امتى؟ لما توصل شغلك متاخر ومديرك يخصم لك. نشره اخبار ما بعد 2011 كانت كلها عمليات إرهابية، واللي كانت بتطول أماكن مهمة جدا في الدولة حتى وصلت للعاصمة، مش بس كانت مقتصرة على سينا الحبيبة. وشفنا كتير من الاعتداءات في الشوارع وانتهاك لحريات الناس وترويعهم. كانت فترة الواحد كان بيبقى قاعد فيها في بيته وقافل على نفسه 100 ترباس ومش مطمن. أنا طبعا مش محتاج أفكركم بكل الحاجات دي لأنها محفورة في أذهاننا جميعا. جاوب بصراحة، هل هتكون مرتاح وأنت عايش نفس الأجواء دي؟ فاكرين طبعا المناطق العشوائية الكتيرة اللي كانت في مصر واللي كان اسمها لوحده يرعب، والعيشة اللي عدد مش قليل من المصريين كانوا عايشينها في ظروف غير إنسانية. تخيل لو ما كانش حصل تطوير 322 منطقة بإجمالي 207.9 ألف وحدة في المناطق العشوائية وغير الآمنة، واللي بيبلغ عددها 357 منطقة في 25 محافظة، واللي بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 1.2 مليون مستفيد، وبلغت التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير الآمنة حوالي 63 مليار جنيه. ده برضو غير تطوير المناطق غير المخططة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. هسيب لكم في الكومنتات لينك حلقة الإسكان، شوفوها واعرفوا تفاصيل أكتر. بس تخيلوا لو ما كانش كل التطوير والمشروعات دي اتعملت وفضلت الدولة تضارب المسكنات، كان الوضع دلوقتي هيكون عامل ازاي؟ جاوب في الكومنتات، ولو اني عارف انت هتقولي. بس قبل ما تكتب هتلاقي اجابات على كل اسئلتك في فيديوهات السؤال الصح. سلام.